وكيل الحاجيو من إعداد ابن بطوطة يقدم الجائزة سيدي نبيل الشطبي عضو اللجنة. تتشرف دار الطالبة بكل صراحة باستضافة هكذا أنشطة تربوية بناءة تساهم في تربية النشء تربية صحية. التلميذ ديالو يجيو تشوفوا كي دايره دار الطالبة في أناقتها وفي نظافتها وفي نظامها والله أدعوكم لكي تزوروا هذه المؤسسة مع التلميذات. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وزرع القرآن الكريم في قلوب الناس واحفظه يا رب في صحته. نسأل الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، نسأل الله تعالى أن ينصره، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير واعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في البداية الشكر لكل الإخوة الذين حضروا معنا هذا الحفل الختامي لمسابقة نهائية في حفظ القرآن الكريم وتجويده بدار الطالبة بدريوش. هذا الحفل الذي بدأت الإقصائيات منذ افتتاح شهر رمضان المبارك، وقد أجريت هذه المسابقات في معظم المؤسسات التعليمية بالإقليم دريوش، مؤسسات تعليمية ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. واليوم تشهد دار الطالبة بدريوش المسابقات النهائية، والحمد لله قد مرت في أجواء طيبة تثلج الصدور، وقد أبانت عن مواهب وأصوات شجية عرفت كيف تؤدي كتاب الله عز وجل بأحسن الأصوات وبحفظ متقن، وكل ذلك احتفاء بكتاب الله عز وجل، لأن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد الآخرة فعليه كذلك بالقرآن الكريم، ومن أراد الدنيا والآخرة فكذلك عليه بالقرآن الكريم. هذه المسابقات النهائية إن شاء الله ستكون فاتحة لمسابقات أخرى إن شاء الله بحول الله، نحاول أن نزرع بها كتاب الله عز وجل في قلوب الناشئة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن ينصر أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ونشكر أخانا سيدي بوعزتي على هذه المجهودات الإعلامية، وهو يشرف على قناة أصوات دريوش. بارك الله فيك وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.